الهدوء والتوازن باذن الله تاخد الماتش. الهدوء في ان انت اللعيبه مش مستحمله شحن والحماس والكلام ده. انا شايف ان هم واخدين الجرعه دي بزياده قوي، لدرجه ان هم مضغوطين جدا هم ومعتمد جمال، واحنا نفسنا يعني مضغوطين كجمهور جدا. باذن الله لو قدرت ان انت تبقى هادي، تلعب بهدوء، تركز على اخطائهم. هو كده كده هينزل ماشي تحت الكوره، هيلعب مدافع جدا، مش هتلاقي المساحات اللي لقيتها في الجزائر، بس انت تقدر ان انت بهجومك تفك الدفاع ده. هم خلي بالك هم حتى هم بيدافعوا وحشين، ما بيوقفوش صح. اعتقد في ماتش، انا شفت ماتش اولمبيك اسفي ده، وفرق اقل منك ومنها بكتير كانوا بيغلطوا كتير جدا قدامهم وهم بيدافعوا. مش ما اعتقدش هيبقوا بالسوء ده، لان طبعا بيلعب نهائي وكسبان وعلى بطوله، فطبعا جرعات الحماس بتزيد، وممكن المدرب معاهم ده مدرب كويس فيعدل من اخطائهم. ولكن الفرقه دي بتتمركز تمركزات بشعه سيئه جدا في الفاولات يا جماعه، في الكور الثابته وحشين قوي. كل معظم الاجوان بتخش فيهم في الدوري الجزائري وفي الكونفدراليه من فاولات، واحنا بنلعبها كويس. الكره اللي بتاعت بزيرو عضاي بيقطع على البعيده حطها دي، لو اتعملت 3 4 مرات باذن الله هيجي منها حاجه. كورنرات للاسف كور ثابته ما استغليناهاش خالص. التشكيل الناس اللي بتقول ان لازم بزيرة يلعب 10 وانزل بعدي وناصر، انا كنت بقول الخطه دي اصلا انك تلعب بيها في ماتش الاهلي، ولكن دلوقتي انت اتحطيت في خانه اليك في ايه؟ ان بنتاج مش هيلعب، فاضطر تلعب بفتوح باك ليفت، وده بقى اللي بقول لك التوازن عليه. فاضطر تلعب بفتوح. طب مين هيزود في نص الملعب مع شحاته وعبد الله؟ مفيش حل الا ادم كده. تلعب محمد السيد؟ مستحيل تلعب محمد السيد وانت عايز تكسب يعني، وانت عايز جونين. صعب قوي، صعب قوي تنزل بشحاته والسيد وعبد الله. محتاج واحد يزود هجوم، هو الحل الاختيار هيبقى ادم كايد. طيب ايه المشكله ان هتلعب بادم كايد؟ ايه المشكله انك هو اللي هيجي بوشه بقى؟ انا كده مش محتاج بزيرا يجي بوشه. طيب بزيرا لو اتحط على الجنب هيترمي في حضن الباك؟ لا، ما هو بزيرا يا باشا يخش بقى في العمق، يبقى ادم وبزيرا جنب بعض كده عشرتين كده، وقدامهم ناصر وعدي. وعدي وهو بيخش جوه على الجون خطير، خلي بالك يعني. مش لا يعني عدي بيلعب جناح، ولكن هو كفيرود خطير جدا، فيقدر ان هو يلعبها كده. لكن فكره ان انا العب بزيرا من الاول خالص 10 في نص الملعب والعب بثلاثه قصاده، هضطر انزل شيكو بنزا او لا. طب مين هيلعب لي؟ مين هيقعد لي على الدكه؟ انا اصلا دكتي اصلا ميته لوحدها، فاهم يعني؟ هو شيكو ده الوحيد اللي ينزل لو ربنا كرمني وجبت جون في الثاني والدنيا فكت، انا انزل شيكو في المساحات. لان انا الباقي عندي من سيف الجزيري واحمد شريف للاسف بعاد كل البعد يعني. لكن ربنا يكرمنا ان شاء الله. مشكلتي اني ما عنديش دكه، مشكلتي ان انا لما اصحى الهجوميه مش هلاقي، مشكلتي ان انا اضطريت ارمي اوراقي كلها، مشكلتي ان انا الباك ليفت الاساسي بتاعي اتطرد. كل دي مشاكل عندي، لكن اقدر احلها. الفرقه دي الخطر منها الوحيد في ان هم بيعملوا المرتده كويسه، بيعتمدوا على رقم 7 خالدي ده اللي هو حتى شاط البيرن عندهم ده، بيلعبوها كويس قوي. فحذاري حذاري حذاري اللي هم لو حطوا جون الموضوع خلص. ربنا يكرمنا ان شاء الله باذن الله، كل ثقه في ربنا باذن الله. ان شاء الله النهارده هنبقى فرحانين والكونفدراليه في 100 عقبه باذن الله.